خرج الصحفي الجزائري حفيظ الدراجي بتصريحات مثيرة للجدل عبر فيها عن تبرؤه من النظام العسكري الجزائري، محملاً إياه مسؤولية قيادة البلاد نحو مستقبل غامض ومظلم، لا سيما فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. وأشار الدراجي إلى أن الجزائر شهدت تغييرات، لكنها للأسف كانت نحو الأسوأ، حيث تدهورت الحريات بشكل ملحوظ تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون. وأبدى الدراجي قلقه من أن تواجه الجزائر مصيراً مشابهاً لدول أخرى قامت بتغيير أنظمتها السياسية دون تحقيق تغييرات جوهرية، معبراً عن مخاوفه من أن يكون التغيير في الجزائر مجرد تبديل أسماء ووجوه دون إصلاحات حقيقية. كما أضاف أنه إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو فقد يجد نفسه مضطراً للاعتذار للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ولرموز نظامه السابق الذي كان يعتبره المسؤول عن العديد من التحديات التي واجهتها البلاد. وفي ختام تصريحاته دعا الدراجي إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الشعب والنظام، مشدداً على أن الشعب الجزائري لا يستحق الوضع الحالي من قمع واضطهاد. وأوضح أن استمرار النظام في سياساته الحالية قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الحريات والمكتسبات الشعبية. تصريحات الدراجي تأتي في توقيت حساس وسط تصاعد الانتقادات للنظام الحاكم بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تثقل كاهل البلاد، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الجزائر في المرحلة القادمة.